السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل حاجة سهلة سريعة اقتصادية جدا جدا، هتعجبك وتعجب ولادك بإذن الله لما تجربيها. هنعمل كرواسون كده سهل وسريع وحلو جدا واقتصادي للناس اللي بتدور على حاجات اقتصادية وسهلة وسريعة. الوصفة دي هتعجبكم جدا، هينفع معاكي فطار، ينفع عشاء، ينفع حاجة حلوة في وسط اليوم، ينفع لو احنا قاعدين قاعدة حلوة كده او جالنا ضيوف فجأة نقوم نحضرها في ثواني، مش بتاخد وقت خالص، وفي نفس الوقت شيك جدا في التقديم. تنفع لو عندك عيد ميلاد تقدري تزودي بيها الاصناف بتاعت العيد ميلاد، هتعجب الولاد جدا وشكله تحفه زي ما انتم شايفين. تابعوا معايا الفيديو لحد الاخر وما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم. اول حاجه معايا في المكونات كوبايه ونص كبار من اللبن الدافي، عليهم 3 او 4 معالق كبار من السمنه المتسيحه، سمنه او زبده اللي يعجبك. وهنحط كمان بيضه، بس خدي بالك البيضه ما تبقاش خارجه من التلاجة عشان ما تجمدش السمنه اللي احنا حطيناها. هنحط بقى فانيليا عشان احنا هنعمله صنف حلو، هزينه بصوصات فراوله وكراميلا وشوكولاته، او ممكن نحط عليه سكر بودره او عسل نحل. ده عشان كده هنحط فانيليا. لو انت عايزاه حادق يعني هتحطي فيه مثلا حشوات جبن او لانشون او تاكلوه الصبح مع الشاي بلبن، حطي ملح وفلفل وهنقلب كويس بعد كده معايا لفة جلاش تكون طازة وتكون طرية كده زي ما انت شايفة، هاتيها من عند حد انت واثقة منه ان هو بيجيب جلاش يوم بيوم عشان تبقى طرية معاكي وما تتكسرش وانت بتشكليها. انا فتحت لفة الجلاش وتنيتها كده نصين، هبتدي بقى افرد ورقة ورقة وادهنها بالخليط بتاع اللبن والبيض اللي احنا عملناه، بس دهنة دهنة كويسة يعني مش خفيفة، يعني ايه، اغرقها كده زي ما انتم شايفين بدهنها دهنة كويسة، على اساس ان انا لما اخلص لفة الجلاش كلها تبقى كلها معايا زي العجينة كده، ما تبقاش في ولا ورقة سايبة منها من النص. الجلاش طلع ليه وصفات كتير جدا حلوة جدا، يعني انا اي وصفة بالجلاش بعملها ببقى مجرباها طبعا الاول قبل ما اعملها معاكم، كلهم ناجحين، كلهم طعمهم حلو جدا. الجلاش فعلا ليه وصفات كتير جدا، هجيب لكم الوصفات بتاعته كلها بإذن الله نعملها مع بعض، عشان في ناس مش عارفة ان الجلاش بتعمل بيه حاجات كتير قوي كده. فان شاء الله هنعمل وصفات بالجلاش حلوة جدا وهتعجبكم. هكمل كل لفة الجلاش بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، ادهن كويس جدا بين الورق كده عشان في الاخر يبقى طري معايا، ويبقى يعني مش ناشف ومكسر وانا باكله، يبقى طري وحلو. زي ما قلت لك بقى، ينفع حلو ينفع حادق، لو حلو هتحطي فانيليا، لو حادق هتحطي ملح وفلفل. ولادك بقى الصبح كده ياكلوه مع الجبنة والشاي بلبن، حلو جدا في العشاء في الفطار في اي وقت في اليوم، بيبقى طعمه حلو جدا برضو حتى لو حادق. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. والتشكيل ده برضو على حسب ذوقكم، عايزه تقطعي اي تقطيعه هتنفع معاكي. عايزه بقى تقطعي زي ما انا قطعت كده الشكل المدور ده شكله حلو جدا، عايزه تقطعي الشكل العادي بتاع الكرواسون بتاع الافران ده هيبقى حلو جدا، تقدري تقطعي الورق كده على شكل مثلثات وتلفيها يديكي شكل الكرواسون. عايزه تقطعي مربعات، عايزه تقطعي بقطعات العجين. بصي التشكيل ده بقى على حسب ذوقك وعلى حسب ما بتحبي. خلي ولادك كده بقى يقعدوا يعملوا معاكي اشكال كده بالجلاش ده، سهل جدا وما بيبوظش ولا اي حاجه، وهيديكي يعني اي شكل هيديكي شكل حلو في الاخر. دلوقتي انا كده جبت النص التاني بقى ناحيتي، وهبتدي برضو ادهن ورقه ورقه كده زي ما انتم شايفين. هخلص بقى كله ونشوف هنشكله ازاي مع بعض. خلصت كده كل الورق دهنته كويس جدا زي ما انتم شايفين، وبقى الجلاش عامل قدامي زي العجينه بالظبط. هبتدي بقى اقطع الجلاش بالقطاعه بتاعه البيتزا، تنفع سكينه بس تكون حاميه عشان ما تبوظش معاكي الحروف وانتي بتقطعي. هقطع بقى كده بالطول زي ما انتم شايفين، بس زي ما اتفقت معاكي التقطيع ده بقى على حسب ذوقك او على حسب ما بتحبي، اعملي اي شكل هيديكي نتيجه تحفه في الاخر. انا هقطع بقى بالطول كده شرايح، وكل شريحه هلفها رول. هقول لكم دلوقتي هنكمل ازاي. بس لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. لو مش مشتركين واول مره تشوفوني اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في القناه. خلصت كده تقطيع كل لفة الجلاش بنفس الطريقة وعملتها رولات كده زي ما انتم شايفين. هنيجي بقى للتسوية عشان نسويها، هنجيب بقى طواجن تكون بتدخل الفرن، هندهنها زيت كويس جدا ونحط بقى الجلاش بتاعنا ده في الطواجن. الفكرة في الطواجن ان هي بتمسك لك واحدة الجلاش كده، ما بتخليهاش تتنعكش في الفرن او تفك من بعضها. بس لو انت ما عندكيش طواجن تدخل الفرن عادي جدا، هاتي صينية ادهنيها زيت او سمنة وحطي فيها الجلاش كده جنب بعضه ودخليه الفرن، برضو هيستوي هيبقى معاكي زي الفل. مش هيبقى فيه اي مشكله ان انت ما عندكيش طواجن او حاجات صغيره تحطي فيها الجلاش. بعد كده هندخله بقى فوق. بعد كده الاول هنجيب الخليط الباقي مننا وهندهن بقى الوش كده بتاع كل واحده. هنحط حوالي معلقتين كبار كده من الخليط ده عشان انا عايزاه يخرج من الفرن طري ومورق كده وحلو كانه
يعني معمول بعجينة مش بالجلاش، مش عايزاه يبقى ناشف ويتكسر لما اجي اكله. بعد كده هندخله بقى فرن سخن على درجة حرارة عالية، دقيقتين او 3 دقايق بالظبط، هتلاقيه خد لون من تحت ومن الجناب. شغلي الشواية دقيقة او اقل من دقيقة كمان، هياخد لون من فوق وهتلاقي ريحته حلوة جدا، وهيبقى معاكي طعمه حلو، هيعجبك جدا بإذن. ده شكله بعد ما خرج من الفرن، شكله حلو جدا، ريحته قوية جدا، ريحته حلوة قوي. قلب الدنيا. زي ما انتم شايفين مقرمش من بره، بس من جوه طري ومورق وطعمه جميل، تقدري تاكليه كده من غير اي اضافات. تقدري تطحني سكر لو انت ما عندكيش اي حاجه للتزيين او حاجه حلوه تحطيها عليه. اطحني سكر وهو سخن، حطي عليه سكر بودره، هتلاقيه طعمه تحفه. عندك بقى صوصات، عندك عسل نحل، عندك مربى، اي حاجه حلوه هتبقى حلوه معاه، وطعمه حلو قوي، هيعجبك ويعجب ولادك باذن الله. جربوه وادعوا هنبتدي بقى نحط عليه الصوصات بتاعتنا كده، وزي ما اتفقنا تقدري تحطي عسل نحل، تقدري تحطي مربى، تقدري تحطي سكر بودرة. يعني ما تكلفيش نفسك خالص، بأقل الإمكانيات وهيطلع معاكي حلو جدا. أنا عندي بقى شوية صوص شوكولاتة وفراولة وكراميل هستعملهم. تقدري كمان تفتحيه من النص وتحطي فيه كريمة، لو تحبي تفتحي كل واحدة نصين كده وتحطي كريم شانتيه وتحطي الصوص وتقفليها، بيبقى شكلها حلو جدا. عايزة اقول لكم ان اللي كنت بحط عليها الصوص كده واحطها في طبق جنبي كانت بتتاخد حلو جدا، ما يقدروش يستنوا حتى لما اخلص تصوير. بألف هنا وشفا طبعا. جربوه ان شاء الله هتعجبكم، حاجة حلوة سهلة وسريعة وبسيطة جدا، وبأقل الامكانيات هتفرحي ولادك وهتعجبهم ان شاء الله. زي ما شفتوا كده حطيت على كام قطعة كده صوص شوكولاتة. صوص الشوكولاتة على فكرة سهل وسريع واقتصادي لو عملتيه في البيت. جربوه. شوفوا الفيديو بتاعه موجود في القناة لو عايزين تعملوه، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. دي بقى احط عليها صوص كراميل. تقدري كمان تجيبي النوتيلا اللي هي العلب الصغيرة اللي ام 5 جنيه دي بتاعة الولاد، تسيحيها كده على بخار مية، وتحطيها برضو بنفس الشكل كده، برضو هتبقى طعمها حلو جدا. اي صوصات هتعجب الولاد وهتفرحهم. اي صوصات عندك. هنا كمان حطيت شوية صوص فراولة، بصراحة كان طعمه حلو جدا وماشي مع الجلاش. زي ما قلت لك اي صوصات هيبقى طعمها حلو جدا، الجلاش بيبقى حلو مع اي حاجة. لو ما عندكيش اي صوصات بقى، يبقى سكر بودرة، عسل نحل، اي حاجة عندك في البيت يعني بسيطة هتنفع ويبقى طعمها حلو. وبصراحة هو اصلا طعمه حلو من غير اي حاجة. وده الشكل النهائي. حطيت في الطبق كده شوية سبرينكلز كده عشان يبقى يعني الألوان كلها ماشية مع بعض، ورصيته كده في الطبق وشكله تحفة زي ما انتم شايفين، طعمه حلو جدا. جربوه على ضمانتي ان شاء الله هيعجبكم. مستنية رأيكم، ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين. اكتبوا لي بقى كومنت كده وادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، واسيبكم في حفظ الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.